انا بدي اعلق بس على كلام الاخت اللي كانت عم تحكي تحت من شوي. كلامها مضبوط مليون بالمية. نحن ما مستنين لا من العرعور ولا غير من العرعور على الجهاد، بس في عنا عالم برا هون قاعدة بين المدنيين شايلين سلاح وهن عبء الثورة، وهن لصوص. كمان عندنا هون التشريع اللي عم يصير في المناطق الشرقية سلمية وغير سلمية، واعتقال النساء. هاي مو مرجلة، هاي مراجلنا هون نحن عند بشار الأسد. نتمنى من كل انسان طالع وجه الله يقدم سلاحه باتجاه الداخل. لا هون برا سلاحك توجه لجوا مو لهون. نتمنى من اخواننا الكل، نحن بنوعدكم بنحكي وباسم لوائي وباسم الشباب اللي معي لواء ان شاء الله نحن قادرين نطحن ونطحن بالرستن ومرات الرستن باذن الله. أنا ما بدي أجاملكم اليوم، يلي شافته الرستن ما شافها أي بلد، وأنا بحيي شعب الرستن وبتمنى يتحملونا شوي لنطحن ونطحن بإذن الله خارج حدود الرستن. يلي بيدعي إنه هو من الثوار وطالع لله يفرجينا حاله على الطريق العام باتجاه همس، رح نطلع على همس قدام ما يجوا لعنا ويدوسوا على رقابنا هون. بتمنى كل واحد من شايل السلاح، اللي شايل سلاحك انت مالك في داعي واحد يقول لك تعال الجهاد، سلاحك هون لازم يتوجه للداخل. بكرر ممنوع اي واحد يتوجه لتشجيع السيارات، اغتصاب النساء، يعني نحن ما فرقنا عن بشار الأسد شيء نوب. الحادثه اللي صارت بسلامية، اهل سلامية عم يقدمون الاكل والشرب والمعونات، هذا شيء بيرجع الثوره لورا مو لقدام. بتمنى من الكل اللي ناوي بالفعل يجاهد، فجهادك مو هون بين الناس المدنيين، هو خطر على المدنيين، خطر على المدنيين. بتمنى يفرجيني حاله جوا. والسلام عليكم.